كلنا حاسين بالضغط ده. ضغط إننا لازم نكون مثاليين في كل حاجة، في شكلنا، في شغلنا، وحتى في حياتنا على السوشيال ميديا. بس يا ترى السعي ده ورا صورة كاملة ملهاش غلطة هو ده الطريق الصح، ولا يمكن يكون فخ كبير بنقع فيه كلنا من غير ما نحس؟ طب الموضوع ده إحساس وخلاص؟ لا خالص. الإحساس إن الواحد لازم يبقى مثالي دي ظاهرة حقيقية جدا. الأبحاث العلمية بتقول إن الظاهرة دي بتزيد بشكل مرعب بين الأجيال الجديدة، يعني الموضوع بيكبر مع الوقت. خلينا نفكر كده مع بعض. كل صورة بنقعد نعدل فيها، كل بوست بنفكر في كل كلمة فيه 1000 مرة، كل ده جزء من محاولة إننا نرسم صورة كاملة، صورة مش حقيقية. السؤال المهم هنا، إحنا بنعمل كده ليه؟ عشان نعرف الإجابة لازم الأول نفهم أصل الحكاية كلها. لازم نتكلم عن الفكرة الأساسية وهم الكمال. وهنا بقى مربط الفرس. الكمال ده مش قمة جبل بنوصل لها، لا، ده سراب بنجري وراه وعمرنا ما هنوصله. وكل ما بنجري وراه أكتر كل ما بنتعب وبنحس بإننا مقصرين. بس استنوا لحظة عشان محدش يفهم غلط. الشرح ده مش دعوة للكسل أو إننا نبطل نطور من نفسنا، بالعكس تماما، هو دعوة للتطور الصحي، التطور اللي مبني على تقبل النفس مش على جلدها المستمر. والفخ ده بقاله نسخة مطورة في عالمنا الحديث، نسخة ديجيتال أقوى وأخطر بكتير. في مصطلح علمي طلع جديد اسمه الكمالية الرقمية، وده بيوصف حالتنا بالملي. التكنولوجيا بتدينا أدوات تخلينا نعدل ونجمل كل حاجة، وده بيخلق عندنا هوس بالصورة المثالية، وبيخلينا قاسيين جدا على نفسنا لو الصورة دي ما طلعتش زي ما في خيالنا. طب إزاي الفخ ده بيشتغل؟ عن طريق الأربع حاجات دول. بنبقى بنخاف من أقل غلطة، وبنحط لنفسنا سقف طموحات مستحيل نوصله، عشان بنقارن نفسنا بصور مش حقيقية، وبنبقى مرعوبين من رأي الناس، ومهووسين بتفاصيل شكلها إيه أونلاين. ركزوا قوي في الرقم اللي جاي ده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تقريباً 40% من القلق اللي ممكن أي حد فينا يحس بيه سببه هو السعي ورا الصورة المثالية دي أونلاين. شايفين العلاقة المباشرة؟ الموضوع مش مجرد هواية أو اهتمام بالشكل، ده له تأثير حقيقي ومباشر على صحتنا النفسية. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ في إحساس أعمق بكتير بيحركنا، إحساس الخجل، الخوف من إن الناس لو شافت عيوبنا هيشوفوا إننا مش كفاية. فالكمال هنا بيبقى القناع اللي بنستخبى وراه من العالم. طب خلاص كده الدنيا سودة؟ لا طبعا، الحل موجود، بس لازم الأول نعرف نفرق بين طريقين مختلفين تماما: الطموح الصحي وهوس الكمال. شوفوا المقارنة البسيطة دي. هل الدافع بتاعنا هو الخوف من الغلط ورأي الناس؟ لو يبقى ده طريق الكمالية والضغط النفسي. ولا الدافع هو الرضا عن النفس وتقبل إن الغلط ده جزء طبيعي من الرحلة؟ لو يبقى ده طريق السعي الصحي والمرونة النفسية. والكلام ده مش أي كلام، ده له أساس علمي. المشكلة الحقيقية مش في إن الواحد يكون عنده طموح ومعايير عالية، دي حاجة صحية جدا. المشكلة الحقيقية اللي العلماء بيسموها الكمالية غير التكيفية، هي التركيز على الفجوة اللي بين الحلم والواقع، والإحساس المؤلم بإن الواحد مش واصل. يعني الخلاصة كلها في جملة واحدة: إن الواحد يسعى يبقى نسخة أحسن من نفسه، دي رحلة، لكن الكمال ده سجن بنحبس نفسنا فيه. كلام جميل، بس نعمل إيه بقى على أرض الواقع؟ إزاي نختار الطريق الصح ونطبقه في حياتنا؟ في 4 أدوات أساسية ممكن تكون معانا في الرحلة دي، 4 مفاهيم لو فهمناها كويس هتغير نظرتنا للأمور كلها. الأصالة كلمة شكلها حلو، بس تنفيذها محتاج قلب جامد. معناها إن ممكن نقول لأ، ممكن نختار طريق مختلف، وده ممكن يزعل ناس مننا، لكن في المقابل بنكسب نفسنا. ولازم نفتكر إن مش كل رفض بنقابله يعتبر خسارة، بالعكس أحيانا بيكون حماية لينا ولطاقتنا. كتير مننا بيقعد يستنى الخوف يمشي عشان يتحرك، بس الحقيقة إن الخوف ده ضيف تقيل مش بيمشي بسهولة. الشجاعة الحقيقية مش إن الواحد ما بيخافش، لأ، الشجاعة هي إننا نعترف بالخوف ده ونقول له أنا شايفك بس هكمل طريقي برضه. كلنا بنغلط، كلنا، بس الكارثة مش في الغلطة، الكارثة في الحوار اللي بيدور جوه دماغنا بعدها. بدل ما نجلد نفسنا ونقول أنا فاشل، محتاجين نغير الحوار ده ليه أنا إنسان وبتعلم من غلطي. الرحمة بالذات دي مش رفاهية، دي أساس الصحة النفسية القوية. وفي الآخر عايز أختم بفكرة عبقرية بتلخص كل اللي قلناه ده في كلمتين. الفكرة دي جاية من فلسفة يابانية قديمة بتلخص كل حاجة قلناها. الفلسفة دي اسمها وابي صابي. فكرتها ببساطة هي فن تقدير الحاجات اللي مش كاملة، زي طبق مكسور ولزقناه تاني، أو علامات الزمن على قطعة خشب، أو حتى تجاعيد الوش. الفلسفة دي بتشوف الجمال في القصة اللي ورا العيوب دي، بتحتفل بالحياة زي ما هي مش زي ما المفروض تكون. وقبل ما نختم دي شوية أسئلة مهمة نسألها لنفسنا. يا ترى إيه القناع اللي بنلبسه قدام الناس؟
إيه الصورة اللي بنحاول نصدرها وممكن تكون مختلفة عن حقيقتنا؟ وإمتى كانت آخر مرة جلدنا فيها نفسنا على غلطة بسيطة، غلطة عادية بتحصل لكل الناس؟ التفكير في السؤال ده ممكن يورينا قد إيه إحنا قاسيين على نفسنا من غير أي داعي. والتغيير مش لازم يكون حاجة ضخمة، ممكن تكون خطوة واحدة صغيرة جدا، إن الواحد يقول رأيه بصراحة، أو يرفض طلب مش مناسب ليه، أو حتى ينزل صورة من غير فلاتر. يا ترى إيه هي الخطوة الصغيرة اللي ممكن ناخدها النهاردة في اتجاه الصدق مع النفس؟ والخلاصة أو أهم حاجة نطلع بيها من كل ده هي إن قيمتنا مش في كمالنا، قيمتنا في إنسانيتنا، في محاولاتنا وفي شجاعتنا إننا نكون على طبيعتنا، في عالم بيضغط علينا طول الوقت نكون أي حاجة تانية غير نفسنا.